فقالوا لي تذهب إلى اليمن، فقلت هذه فرصة، لأن اليمن وقتها كانت مغلقة، يعني كل من في اليمن من غير اليمنيين لم يكونوا يزيدون على 15-20، ففرصة أن أرى اليمن. فقبلت أن أعمل في اليمن في صنعاء، وبالفعل كنت معلما أو مدرسا في كلية المعلمين، وكنت أعرف الإمام يحيى معرفة عن قرب. ثم حدث أن قتل الإمام يحيى. كان ابن الوزير بيني وبينه صلة الذي صار إماما بعد فالرجل استدعاني إلى مكتبه لما صار إماما، واستدعى زملائي المصريين وقال فينا كلمة، وكلفت بأن أرد عليه، فقلت كلمة فيها شيء من التحية. الرجل سر فأصدر قرارا بتعييني مديرا للإذاعة، ثم أضيف إليها الدعاية، ثم أضيف إليها وظيفة أمين أو سكرتير عام مجلس الوزراء، ثم وظيفة مدير مكتب الإمام. وأنا في العشرينات من عمري وجدت نفسي أحكم اليمن. كل شيء يضاف. ثم بعد ذلك ظروف لا أحب أن أذكرها الآن، هي مذكورة في كتاب كتبته بعنوان مغامرات مصر في مجاهل اليمن، وله أيضا ظروف خاصة هذا الكتاب. شرحت الأسباب، وسقط حكم ابن الوزير، وبكل تأكيد كان خيرا من سلفه وخيرا من خلفه. لما سقط ابن الوزير كان طبيعي أن أواجه الصعوبات التي يواجهها من كان في مثل وظائفي، فأودعت السجن بعض الوقت، ثم أطلق سراحي وهربت عبر البحر الأحمر في زورق يحمل بنا، أظن حملته كانت 10 طن أو شيء من هذا القبيل، إلى أن وصلت للشاطئ الإفريقي، ومنه عدت إلى مصر. فأنا خرجت فارا في الحقيقة. الحمد لله الذي نجى.